السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة انجليزي تاني مع زياد نصر. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع الصف التاني الابتدائي شرح منهج كونكت. خلصنا الوحدة الاولى كلها وخلصنا حوالي 5 دروس من الوحدة التانية. عايز اقول لكم على حاجة قبل ما نبدأ. الوحدات انا مقسمها على حسب الكمية الكلمات والشغل اللي فيها. يعني في وحدة ممكن اخلصها في درسين او في 3 دروس او 4 دروس. في وحدة تانية ممكن تكمل معانا 5 دروس او 6 دروس زي الوحدة التانية دي كده. الوحدة التانية احنا خلصناها على 6 دروس. فالنهارده ان شاء الله هناخد الدرس السادس من الوحدة التانية. قبل ما نبدأ الدرس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو حابب تنضم لجروبنا على الفيسبوك تلاقيني سايب لك اللينك الخاص بالجروب في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا النهارده هو عبارة عن شوية كلمات، ازاي الانسان بيبدأ وازاي بينتهي. بيبدأ بطفل، بعد كده بيبقى شخص كبير وهكذا. يلا نشوف. اول كلمة معانا النهارده كلمة رضيع، اسمها بيبي. بيبي يعني طفل رضيع، اللي هو لسه الصغير، اللي هو ممكن يكون من سن يوم لحد سن سنة غالبا. طيب الطفل بقى لما الرضيع ده لما بيكبر شوية بيتحول لطفل. طفل ما بنقولش عليه رضيع، نقول عليه ايه؟ طفل. الطفل اسمه child. child. child مفرد children اللي احنا كنا واخدينها. child. child. طيب التشايلد ده، الطفل ده لما بيكبر شوية بيبقى ايه؟ يبقى شخص بالغ او شخص راشد. يعني مثلا عنده 15 16 17 سنة بنسميه بقى عليه ايه؟ راشد او بالغ شوية. اسمه ايه بقى؟ adult. adult. adult يعني شخص بالغ او شخص راشد. طيب لما يكبر شوية بقى بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه راجل عجوز. اسمه ايه بقى؟ old man. old man. old man يعني رجل عجوز. معايا كمان في الدرس ده كلمة بيضة يعني egg. egg. معايا كمان كلمة سمكة يعني fish. fish. معايا كمان كلمة ثعبان يعني snake. snake. معايا كمان كلمة نملة ant. ant. وكلمة جمل camel. camel. معانا كمان في الدرس ده بعض العبارات المهمة جدا اللي المفروض انت تكون عارف تقراها. مش هقولك احفظها، بس حاول تكون قادر تقراها. اول عبارة معايا بتقول لي a person starts as a baby. الانسان او الشخص بيبدأ حياته بيكون رضيعا. يبدأ الشخص حياته رضيعا. هقولها كمان مرة. a person، حاول تقراها معايا. a person. person يعني شخص. starts يعني يبدأ. as a baby الشخص يبدأ كبيبي، كطفل رضيع. الجملة الثانية the baby grows into a child. the baby grows into a child يعني الطفل الرضيع يكبر ويصبح طفلا. يعني الرضيع ده الصغير بيكبر شوية يبقى طفل كبير. هقولها لك كمان مرة. the baby grows into. grows into يعني ينمو إلى أو ينضج إلى أو يصبح a child طفل كبير. طيب بعد كده the child grows into an adult. the child اللي هو الطفل بقى الصغير، الطفل grows into يعني يصبح أو ينمو إلى أو يكبر an adult. an adult يعني شخص بالغ. تمام. بعد كده عندي مراحل نمو الطائر. الطائر بيبدأ بإيه؟ بيبدأ حياته إن هو بيكون بيضة. a bird starts as an egg. a bird starts يعني يبدأ، بس نحط لها حرف الاس. starts as يعني ك an egg. an egg يعني بيضة. a bird starts as an egg. طيب بعد كده البيضة بتتحول لإيه؟ بتتحول لطائر صغير. the egg أو the egg grows into a baby bird. the egg grows into a baby bird. baby bird يعني طائر صغير. طيب بعد كده الطائر الصغير بيحصل له إيه؟ بيكبر. the baby bird grows into a bird. البيبي بيرد بيتحول لطائر كبير. a bird. تمام. كمان عندنا بعض العبارات المهمة. a snake has no legs. snake اللي هو الثعبان. الثعبان ليس لديه أرجل. طبعا التعبان ما عندوش إيه؟ ما عندوش أي أرجل. a snake has no legs. الصورة الثانية أو العبارة الثانية a bird has two legs. يبقى السنيك ما عندوش ولا رجل. طب الطائر has two legs يعني عنده إيه؟ رجلان. طب الجمل a camel
has 4 legs. يبقى الجمل عنده 4 أرجل. طب النملة an ant has 6 legs. النملة عندها 6 أرجل. يبقى التعبان ما عندوش، الطائر عنده 2، الجمل عنده 4، النملة عندها 6. وكده سنة تانية نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. أشوفكم في درس جديد وفي فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.